أحد المتابعين اشترى بيت جديد، ولما بدأ في تشطيب البيت للأسف اكتشف شروخ موجودة في البيت. من ضمن الشروخ دي هي الشروخ اللي موجودة في الكاميرا اللي ظاهرة قدامكم في الفيديو ده. وعملت معاينة للموقع علشان أحدد أسباب الشروخ وطريقة علاجها، ومن ضمن الشروخ اللي حددنا سببها وطريقة علاجها هي شروخ الكاميرا اللي قدامكم دي. والشروخ دي موجودة في جنبين الكاميرا وفي نفس الأماكن بالظبط. بالنسبة للكاميرا دي بعد المعاينة لقيت إن الشروخ اللي موجودة في الكاميرا شروخ رأسية موجودة بالتحديد في جنب الكاميرا بالقرب من منتصف بحر الكاميرا. وعرفت من مالك العمارة إن هو شاف الشروخ دي موجودة في الكاميرا لما بدأ يشطب في الدور اللي فوق الكاميرا، وكان فيه تشوينات رمل وأسمنت فوق الكاميرا. من الخبرة احنا بنعرف سبب الشروخ اللي موجودة ايه وطريقة علاجها، ولكن لازم نكشف عليها في الموقع علشان نتأكد وعلشان نوضح للعميل أو للمالك ايه السبب بالظبط وايه طريقة العلاج، ويكون فاهم الموضوع كويس جدا علشان لو احنا ما كملناش معاه في حل المشكلة أو علاج المشكلة يكون هو فاهمها كويس وعارف ايه الحل بالظبط. أول حاجة عملتها إن أنا كشفت على الشروخ على اعتبار إن ممكن يكون في كنات في الكاميرا فيها صدى هي اللي سببت الشروخ دي، ولكن لما كشفنا على الشروخ لقينا إن أماكن اللي فيها شروخ مفيهاش أصلا كنات، يعني مفيش صدى حديد هو السبب في المشكلة. بعد كده كشفنا على الحديد السفلي للكاميرا، وللأسف لقينا إن المقاول مسلح الكاميرا بسيخ واحد فقط وسيخ قطره 10 مللي. وطبعا ده كان سبب الشروخ اللي موجودة في الكاميرا، لأن أقل عدد أسياخ تسليح سفلي ممكن نعمله في الكاميرا هو سيخين حديد وبقطر لا يقل عن 12 ملي. ده غير إن بيكون عندي غالبا حديد إضافي سفلي في نص البحر. فالكاميرا دي ما كانش فيها حديد إضافي سفلي في نص البحر، ولا كان فيها سيخين أساسي أو رئيسي سفلي. وطبعا بسبب نقص حديد تسليح الكاميرا السفلي الكاميرا ما قدرتش على ان هي تتحمل الاحمال بتاعة السقف، وعلشان كده حصل فيها كراكس او الشروخ الجانبية دي. طيب ايه هو علاج المشكلة دي؟ اول حاجة لازم نعملها ان احنا لازم نصلب السقف فورا بجاكات حديد او عروق خشب علشان نخف الحمل على الكاميرا وعلشان ما يحصلش انهيار في الكاميرا او ديفليكشن يعني ترخيم في السقف. بعد كده هنعمل ريديزاين أو إعادة تصميم لتسليح السقف، وبناء على التصميم الجديد هيتم تدعيم الكاميرا من خلال إن احنا هنكبر قطاع الكاميرا وهنكبر تسليح الكاميرا، وطبعا ده طبقا للحسابات اللي هتطلع لي من التصميم.